الفيديوهات اللي فاتت في سلسلة ميدجورني فور كرييتيفز كنا اتكلمنا عن استخدام ميدجورني كتول او كهاردوير. النهارده هنتكلم اكتر وهنركز اكتر على بروجكت حقيقي فعلا، وهو ان احنا نصمم لوجو او كذا لوجو باستخدام الاي اي. انا عز حجاج من قناة فات جرافيكس، ويلا بينا. اول حاجه محتاج تعملها هو ان انت تخش على boy.com علشان تجيب تشات جي بي تي. طبعا قلت له عايز اعمل لوجو، عايزك تديني بريف للوجو. اللوجو هيبقى لمزرعه، وقلت له لو انت عندك اي اسئله عن الستايل او الفونت او الكالرنج ما تترددش ان انت تسالني. نبعت طبعا، هو انا بعت لك رساله بيقول لك هسالك كام سؤال عن الشغلانه بتاعتك. فانا دلوقتي بيقول لك هسالك كام سؤال عن الايدنتيتي اكتر عشان يفهمها ويقدر يطلع بريف مناسب. فبيقول لك what is the name of the farm، هنسميها مثلا وورنرز. كنت عامل لوجو لحاجه شبهها قبل كده. what is the mission or version of your farm, what values does it embody. طبعا مش هينفع تكتب وورمرز وخلاص، تكتب the farm name is warners. طبعا انا بعت الرساله بالغلط بالاسم، بس كنت لسه اكتب كمان بقيه الاسئله، بس هو خد الاسم واوريدي راح جاي رد عليها بالبريف وكمله كله. كان طبعا في اسئله تانية ممكن نجاوب عليها علشان نطلع الحاجه مناسبه اكتر للحاجه اللي في دماغنا، بس بما ان دوت مش عميل حقيقي وديت مجرد هويه خياليه، فمش محتاجين قوي ان احنا ندقق في الحته دي. بس بعد كده كان بيقول لك what is the vision of your farm, what values does it embody, what is the target audience, what kind of people do you want to attract your farm, what is the style or personality of your farm. وحاطط لك كمان اختيارات what kind of imagery or symbols represent your farm, what color do you envision، كل حاجه يعني. وهنا بقى معايا البريف دوت، ماشي، اقدر اخده كوبي بيست. هنا قلت له I want you to act as a prompt generator for Midjourney Artificial Intelligence Program، وقلت له برومت كامل على ان انا عايزه يتبرمج من الاخر على ان انا اديله بريف زي كده، يروح جاي مطلع لي البرومت اللي اكتبه في ميدجورني. فهنيجي هنا هنروح جايين عاملين كوبي تمام للبريف كامل. طبعا مش لازم تعمل كده، ممكن اجي من هنا واعمل كوبي عادي وتقعد تعمل سيلكت كده زي نيجي هنا بعد كده نعمل سيف كنترول في، بس نقدر نديله انتر ونشوف ايه اللي هيطلع معانا. قال لك sure here is a prompt for Midjourney artificial intelligence program based on Warner's farm logo design brief. The prompt: farms family owned, farms specialized, sustainable, as they are looking for a logo represents their traditional and welcoming feel with focus of community graphic design representing farmer values and mission. وهكذا. هناخد مثلا دوت كوبي وهنيجي هنا ونعمل imagine، هنروح جايين حاطين كنترول في. عايزين نضيف حاجة في الآخر، نكتب on white background، ماشي، وهنضيف جزئية simple. في الآخر دوت هنروح جايين عاملين enter ونستنى نشوف اللي هيطلع معانا. اللوجو طبعا طلع معانا في ثانيتين. هاجي كده بص هنا open in browser، وهتلاقي ان معاك 3 options يعني كلهم عظيمين جدا. artistic، warmer. طبعا انا شايف من هنا ان ميدجورني اتحسن جدا في الكتابه بتاعته. ممكن بعض الناس شايفه انه بيقول لك حول وورنرز وورمر ام ودبل ار وكلمه فارم بقت فارد، بس ايه ده بالفعل احسن بكتير من قبل كده. يعني مجرد ان الكلام ده اصلا حروف مقروءه ديت حاجه امبريسيف جدا بالنسبه لي. طبعا عندك كمان الصوره دي هقول مش عجباني قوي لان الشخص اللي هنا دوت بايظ شويه، تحتاج تعديل جامد عشان تظبطها معاك. حاجه زي كده لذيذه. دي طبعا لا، دي شويه. العربيه ديت او التراكتور دوت مش واضح قوي من البيت اللي وراه، بس هقول ان في الاخر احسن اوبشن معايا هو الاوبشن اللي تحت على الشمال. نيجي هنا نقدر نعمل اب سكيل ل 3، ونقدر نيجي ناخد الصوره ديت ونعمل open in browser، نعمل لها save image to downloads. وبرضو علشان نبقى عاملين تجربة أكبر شوية أو على مجال أكبر شوية،
هاجي وهديله نفس البرومبت دوت كده. هنا هعمل كده وهقول له هسمي هغير بدل ما هو كان فارم هقول مثلا butcher and meat store. ماشي. جزار ومحل لحم. دوس what is the name of your butcher and meat store. هنديله حاجة traditional جدا تمام بالنسبة لهم هناك. هنقول the name of the store is Texas House. هنسميه مثلا Texas House وهنعمل انتر. طبعا هيطلع لي بقى ايه البريف الكامل بتاعي. هاجي هنا وهاخد كوبي للكلام دوت وهعمل كنترول في. هاجي هنا وهناخد دوت كوبي كده اهو كنترول سي وهنيجي هنا وهنعمل كنترول في وانتر ونشوف ايه اللي هيطلع لنا منه. Texas House is a traditional butcher and meat stores that values traditional quality. تمام. كل الحاجات اللي انا طلبتها منه اعملها بشكل كويس. هناخد كوبي وهنيجي هنا وهنعمل imagine وكنترول في ونشوف ايه اللي هيطلع معانا. طلع لي الفور اوبشنز ديت. هو حصل مشكلة بسيطة هنا ان هو طلع لي مش مجرد لوجو، طلع لي صورة معاه. طبعا ده كويس جدا جدا ده، ودوت حلو جدا برضو. ممكن نختار ده او ده، بس انا حاسس ان انا عايز اختار ده اكتر، حاسه فن اكتر، فهختار هو. هنختار upscale 4. الخطوة اللي بعد كده ان احنا نيجي في الاليستريتور ونبدأ نعدل في اللوجوز بتاعتنا. فانا زي ما قلنا معانا هنا 2 لوجوز. هناخد مثلا اول واحد فيهم نصغره ونبدأ نشتغل عليه. اول حاجة ممكن تعملها علشان تخليه كفيكتور والكواليتي بتاعته تبقى عالية ان انت تعمل له image trace. فهندوس هنا advanced نقدر نعمل له trace. طبعا بقى black and white، فبتيجي في البريسيتس بتاعتك وتختار 16 colors، وممكن تخليهم اكتر من كده كمان لو عايز تزود شوية عشان يبقى التفاصيل اوضح. نقدر مثلا نخليهم 24 colors. يعني مفرقتش قوي لان هو الالوان هنا بسيطة. يعني انت عندك اوريدي لون 3 4 ممكن 5 أو 6 الوان فقط، فهو ده كل اللي محتاجه بس. هنخش بقى بعد كده في جزئية ignore white. ignore white عمل ايه؟ خلى ان الصورة دي ملهاش خلفية. بتيجي هنا كده الخلفية اللي بره دي كلها راحت، طبعا مع ان المساحات البيضاء اللي جوه ديت راحت، بس دي سهل استرجاعها. هنعمل ايه بعد كده؟ نروح جايين ماسكين دوت وهنعمل expand، وبقت دلوقتي معانا كجرافيك element. الكواليتي بتاعته unlimited واقدر اكبره واصغره الى ما لا نهاية. يعني اقدر اعمل كده اهو، والكواليتي بتاعته لسه زي الفل. من الحاجات اللي محتاجين نعملها هنا هو ان احنا نملي المساحات البيضاء. عشان تملى المساحات البيضاء ديت انت عندك اوبشنين، والاسهل بالنسبه لك تعملهم يا اما من الاول قبل ما تحط الصوره ديت ان هي هتعمل لها تريس. كنت تيجي مثلا زي صوره شبه كده وتروح جاي عامل كات للكلام اللي بره اللي هي الجزئيه البيضاء بتاعتك، وهتتشال تماما من عندك. وبعد كده لما تعمل تريس الجزئيه اللي جوه مش محتاج تعمل لها اجنور وايت، فهتفضل زي ما هي الوايت اللي جوه موجود. يا اما تعمل اجنور وايت وبعد كده تمليها المساحه اللي جوه بان انت ببساطه تحط وراها مساحه بيضاء. تمام. نعمل شيفت اكس زي كده. تمام. بس طبعا المساحه البيضاء ديت مش هتبقى مربع، يعني هنروح جاي عاملين ديليت للمربع وهنجيب البين تول كنترول 2. نمسك ده نعمل له كنترول 2 علشان يتعمل له لوك ما يقدرش يتحرك. وهتجيب بقى ايه البين تول بتاعتك وتيجي تمشي كده على الاوتلاين بتاع الدايره واحده واحده. تمام كده. نروح جايين عاملين كنترول الت 2 عشان يعمل انلوك لاول اللايرز، ونعمل كنترول شيفت وحرف الجيم عندك هينزل اللاير دوت تحت الصورة بتاعتك. وبعد كده انت ايه زي ما انت شايف كده مغطي عليها. نقدر بقى نروح جايين ماسكين كله عاملين كنترول جي، بس عندي مشكلة بسيطة هنا الجزئية ديت
محتاجة تتعدل هنجيبها هنا كده وفقط. بس ماسكين كله كنترول جي. طبعا ممكن بقى تبدأ ان انت تعدل الحاجات الصغيرة لو انت عايز، بمعنى ان انا مثلا ممكن عايز اشيل الحتت الجزئيات ديت مش عاجباني، فهاجي هنا مثلا اروح جاي اعمل كده اهو سيلكت عليها وديليت واحدة واحدة. وهتيجي بقى في الجزئية دي وهتلاقي الشكل الغريب دوت موجود عندك، تقدر تروح جاي شايله على طول. تمام. كل الكلام دوت حاول تفضي على قد ما تقدر، بس مش لازم تفضي قوي. ببساطة نروح جايين جايبين اللبس تول ونروح جايين راسمين نفس الشكل دوت هنا كده، بس بطريقة سيمبل وأنضف أكتر. تمام. حاجة شبه كده. نروح جايين واخدين الرسمة بتاعتنا كلها ونحطها فوق هنا كده. اوكي نايس جدا. وبقى معاك ايه الرسمة الرئيسية للوجو بتاعك. هنكبرها كده اهو. هنيجي هنا نروح جايين كاتبين تكست ونكتب بقول له ورنرز. ماشي. ممكن نكتب كلمة فارم برضو لو عايزين. وهنيجي في ده كبر كده اهو ونختار الفونت اللي احنا عايزينه. مثلا انا فونت زي مينيون بسيط جدا واجواءه مناسبة، حاجة شبه كده شايف انها ممكن تبقى مناسبة جدا. ونقدر نيجي ونعمل له افكت، نقدر نعمل له راب كارك. تمام. نقدر نجرب نشوف حاجة زي كده اذا كانت تنفع ولا لا معانا. وممكن نديله لون من الصورة، ممكن اللون اللي موجود في الخلفية. وبعد كده ممكن ناخد التكست دوت كوبي و بيست وراه. نقدر نضيف اوتلاين. هناخد ده وهنعمل له object expand appearance. نقدر بقى نعمل كنترول سي كنترول باك، ونيجي في كنترول باك ونديله اللون اللي احنا عايزينه دوت ونعلي كده اهو. مثلا نعمل حاجة بالشكل ده ونجرب نيجي في النص ونعمل ستار صغيرة كده. تمام. نحط الستار ديت هنا وهنديلها اللون البيج دوت. ممكن نيجي نعمل لها افكت بسيط خارجي ونعمل كده اهو، نقلل الستروك شوية ونديله نفس اللون. وبقى معانا حاجة بالشكل ده نقدر نحطها هنا ونروح جايين حاطين في الخلف مربع زي كده، والمربع دوت نقدر نديله لون خفيف جدا. طبعا مش هقولك ان النتيجة دي بيرفكت او ان انا هسلم شغل زي ده في الحالة الواقعية، بس دوت لازم تفهم ان حاجة زي كده خدت اقل في التنفيذ بتاعها من ربع ساعة. وعملت واحد كمان هنا اهو، يعني البرومت بتاعه وكنت بشرح وبتكلم. حاجة زي كده تنفيذها في الحياة الحقيقية ياخد منك انت قدامك 10 دقايق. تمام. مع ان انت تقعد تكتب تجرب تكست مختلفة، فونتس مختلفة، الوان مختلفة، خلفيات مختلفة. الموضوع ده ممكن ياخد منك وقت اكتر، بس برضو في خلال قد ايه مثلا ساعة طلعت نتيجة كويسة جدا كان ممكن تقعد تشتغل فيها ايام وساعات اطول بكتير عشان مجرد ان انت تعمل شوية الجرافيكس اللي موجودة ورا ديت. طبعا نقدر نطبق نفس الكلام على الصورة دي، نجيبها كده ونعمل لها تريس ونقدر نخليها 6 colors مثلا. هو كده كده مفيش غير 2 colors على ما اعتقد او 3، فطلعت معانا الشكل الطبيعي بتاعها عادي جدا. تقدر بقى ايه تعمل expand وتقدر تختار لون الخلفية دوت وتشيله، وبقى عندك ايه التصميم بتاعك بالشكل دوت. هتجيبه كده طبعا لان دي حاجة مش عجبانا، ونشيل الجزئية ديت. ماشي. نفس التكنيك اللي كنا اتكلمنا فيه في الصورة اللي فاتت، جايبين الراوند او الاليبس، نروح جايين نقف هنا كده نجيب الاليبس ونروح جايين بما ان الشكل اللي معانا ده دائري هنجيب جايد لاين هنا وجايد لاين كمان هنا، ونقف في النقطة المتقاطعة ما بينهم ديت ونروح جايين عاملين ايه الدايرة بتاعتنا
تيجي كده عليها بالظبط الدايرة اللي هننزلها تحت، وهنديلها اللون الأحمر بتاعها ده. بس كده يا باشا يبقى معاك اللوجو بتاعك. تمام. مم. تيجي بقى هنا ومحتاج ان انت تمسح الحروف. طبعا ان انت تمسح الحروف ده كويس وكل حاجة، بس الفكرة ان انت لما تيجي تتعامل مع الفيكتورز بالطريقة دي لازم تفكر فيها بذكاء. يعني انت مش هتبص لها لان ده حرف قدامك تمسكه تمسحه. ممكن تبص لها ان انت لو جيت هنا عملت انجروب، هتيجي تمسك ديت وتحركها، هتلاقي ان ديت مفرغة، يعني مفيش حاجة تتمسح، انت عايز تحط. تمام. فالحل اللي ممكن تعمله هنا ان انت ببساطة تروح حاجة جايب البين تول. بين تول طبعا في الاستريتور التول الأساسية بالنسبة لك. حاطط البوينتس بتاعتك هنا كده، تخليها اوت لاين عشان نشوف احنا بنشتغل مع ايه. حتى مش محتاج ترسم كيرف، مجرد ان انت تحط بوينتس بوليجونال، بوينتس متكسرة كده. نبعد عن النقطة دي شوية هنا. تعمل كده اهو، وتروح جاي مديله من جوه اللون بتاع الاوتلاين اللي بتتعكس كده اهو. هجيب الاتنين دول بره ديت الصورة بتاعتنا، واقدر اجيب الشيب بيلدر تول وادمجهم كلهم في ايه، في صورة واحدة زي كده، واروح جاي بقى مرجعها لمكانها تاني بالشكل ده. كان في فونت عندي حبه جدا اسمه دوكترين. نقدر نعمل هنا دوكترين تكساس هاوس، هيبقى بالشكل ده. طبعا بالمناسبة ممكن بقى تخش تعمل، طبعا هتخش نفس النظام، هتختار ابلاي ارك، ماشي، او تجيبها من فوق. هنا بقى الارك هتبقى بالعكس كده اهو. تمام. خد بالك بقى في حاجة ممكن احسن من الارك شوية، وهي ان انت تروح جاي عامل اليبس اساسا. تمام. فلنقل هتبقى على المساحة ديت كده، محطوطة في النص، ممكن اصغر سنة، والاليبس ديت تخليها اوتلاين فقط، ماشي، او ممكن تخفي حتى الاوتلاين خالص. تيجي نعمل كوبي للتكست بتاعنا، وهتيجي في التكست تول وهتلاقي اوبشن عندك اسمه تايب اون باس. تيجي تدوس هنا كده، نعمل كنترول في، والتكست بتاعك نزل. الميزة هنا ان انت مش محتاج تعمل ديستورشن للتكست بتاعك. بص هنا كده، فرق ما بين الاكس ديت والاكس ديت، الاي والاس. اقدر دوت بقى اروح جاي احطه هنا كده. تمام. اقدر اديله اللون اللي انا عايزه، ناكل اللون ده، واقدر طبعا اغير حجم الاليبس بالطريقه اللي انا عايزها. مثلا لو عملنا كده اهو وطلعناها لفوق شويه، جبناها يمين شويه، وبقت واخده الشكل ده كده. طبعا ممكن تشوف اللوجو اللي انت عامله بعد كده على موك اب مثلا، حاجه زي كده، لو مطبوعه قماش او حاجه شبه كده على خامه ورقيه، او حاجه شبه كده مثلا على كرتونه اللي مديها احساس بالمزرعه جدا يعني. طبعا لما اتحط على الكرتونه هنا انا خدت بالي ان التايبوجرافي اللي انا عامله للوجو دوت ما كانش ينفع خالص. بس عموما مش مشكله، ادي دوت اول فونت جه في وشنا يعني، بما ان احنا كنا بنجرب وخلاص علشان نبقى فاهمين الدنيا بتمشي ازاي. في الاخر النتيجه اللي طلعت معانا ما كانتش احسن حاجه، بس على ان احنا حاجه زي كده ممكن تعملها في اقل من 10 دقايق، فانا هقول انها واو جدا. طبعا حاجه زي كده كل ما تديلها وقت كل ما تطلع معاك احسن، وطبعا مستحيل انها من الاول خالص تطلع النتيجه معاك بيرفكت، هتحتاج تعديلات على طول. ودي يمكن حاجه بتثبت اكتر ان الاي اي في الاخر هو تول عشان تساعد المصممين، مش عشان تستبدله. وبس.